بتسمعي كده عن الاوميجا 3 وحاسه ان هي مفيده، وهي بالفعل مفيده جدا جدا جدا، وعايزه تعرفي ازاي تعرفي تشتريها وازاي تعرفي النوع الكويس، وعايزه تعرفي ايه فوائدها وتستخدميها ازاي، كل الحاجات دي هجاوبك عليها النهارده. يلا بينا نبدا الفيديو. مبدئيا ايه هي الاوميجا 3 دي؟ هي احماض امينيه اساسيه. يعني ايه احماض امينيه اساسيه؟ الاحماض الامينيه دي بتكون البروتينات. اوكي طيب اساسيه يعني ايه؟ يعني الجسم ما بيعرفش ينتجها، لازم ياخدها من مصدر من بره. طيب الاوميجا 3 عباره عن 3 احماض امينيه اساسيه: اي بي اي، دي اتش اي، واي ال اي. طيب الاي ال اي دي الاحماض بتاعت الاوميجا 3 اللي بتكون موجوده من مصادر نباتيه، اللي هي هتلاقيها مثلا بيقول لك اللب فيه اوميجا 3، مش عارفه ايه فيه اوميجا 3، بذور الشيا فيها اوميجا 3. دي من مصدر الاي ال اي. الاي ال اي مشكلتها ان الجسم ما بيعرفش يتعامل معاها قوي، وجزء قليل منها قوي اللي بيتحول لاي بي اي، او نوع اللي هو الدهون الحيوانيه او حمض اميني جاي من مصدر حيواني. فالاي ال اي مش مهمه قوي. فانت لو هتشتري عبوه او منتج ومكتوب عليه ان الاي ال اي عاليه، هي مش مهمه قوي. هقولك برضو ازاي تعرفي تشتري المنتج الكويس. تاني حاجه الاي بي اي والدي اتش اي، دول بقى المهمين. الاي بي اي والدي اتش اي الاتنين الجسم بيستفيد منهم قوي، بس الاي بي اي الجسم بيستفيد منها اكتر في الالتهابات وتحسين المزاج وحمايه الاوعيه الدمويه. يعني لو واحده مثلا عندها التهابات كتير، عايزه تقلل الالتهابات، بشرتها فيها حبوب، الكلام ده كله مهم تركز على الاي بي اي. والدي اتش اي بقى بتشتغل اكتر لصحه الاعصاب، لصحه العيون، لصحه المخ. فمهم جدا انك على حسب الهدف بتاعك بتركزي على الكميه بتاعه الاي بي اي والدي اتش اي. طيب النوع الكويس هتلاقي فيه اي بي اي عالي نسبيا، يعني المفروض يكون اكتر من 500. اوكي طيب طب ازاي بقى ان انا اعرف دلوقتي؟ اوكي مثلا الاي بي اي عالي، المفروض الدي اتش اي يكون قد ايه؟ بيقولك من النص للتلت. يعني مثلا لو قلنا ان في منتج فيه اي بي اي 600، المفروض ان الدي اتش اي يبقى 300. لو مثلا 900 يبقى من 300 ل 450. فهماني؟ طيب فانت لما هتيجي تشتري منتج، سيبك من القيمه المكتوبه عن الاوميجا 3 بشكل عام، سيبك من قيمه الاي ال اي، ركزي على قيمه الاي بي اي والدي اتش اي. لو انت هدفك التركيز والحاجات دي، ممكن توصلي انك الاي بي اي يكون 1:1، يعني لو في 600 اي بي اي يكون في 600 دي اتش اي. طيب ايه فوائد الاوميجا 3 بقى؟ اكيد طبعا مبدئيا التركيز، تمام. كمان ليها دور مهم قوي في حمايه الاوعيه الدمويه وحمايه القلب. ليها دور مهم جدا في تقليل الالتهابات، تحسين البشره والشعر جدا لان هي دهون صحيه، تحسين صحه المفاصل. لو انت مشاكلك مفاصلك بتوجعك، في خشونه او الكلام ده كله، ضروري جدا تاخدي الاوميجا. لو الاي بي اي اقل من 300 ملوش لازمه، ما تجيبيهوش. اوكي ايه فوائد الاوميجا 3 بقى؟ الاوميجا 3 مفيده جدا لصحه القلب، مفيده جدا لصحه الاوعيه الدمويه، مفيده جدا للتركيز، تقليل الجلطات وسيوله الدم، مفيده للبشره والشعر كمصدر دهون. طيب الدي اتش اي داخل في تكوين الشبكيه، فلو انت عندك مشكله في النظر، الدي اتش اي او الاوميجا 3 هتلاقيها بتحسن الموضوع ده قوي، تمام. طيب الهرمونات بتتحسن، مقاومه الانسولين تقل، في تكيسات مبيض، في اي حوارات هتلاقيها بتتحسن جدا. بيحسن استجابه الجسم للتمرين، وبيقلل الالتهابات، وبيساعد على الاستشفاء العضلي، تمام. طيب ايه الاعراض الجانبيه؟ هو طبعا حاجه امانه ما فيهوش مشكله، بس لو حد مثلا عنده سيوله دم عاليه بياخد ادويه سيوله عشان هو بيقلل الجلطات، فيعني نبقى واخدينه على حذر، تمام. في ناس بسبب طعم زيت السمك بيبقى طالع في زورها. اوكي فانتي حاولي انك تجيبي نوع كويس ما يعملش الموضوع ده، وحاولي تاخديه وسط الاكل. لو هتعملي عمليه المفروض توقفيه من قبلها مثلا باسبوع. لو عندك نزيف المفروض. فكده توتال تاني نقول بسرعه، مهم نركز على اي بي اي والدي اتش اي. اي بي اي اقل من 300 ملوش لازمه. الدي اتش اي المفروض يكون من تلت لنص الاي بي اي. لو انت مشكلتك عايزه النظر والتركيز والحاجات دي، ممكن تجيب الاي بي اي والدي اتش اي قد بعض. هعمل لكم بقى حلقه او ريل كده من الصيدليه من عندي، المنتجات الموجوده المصري، وهكلمكم كمان عن المنتجات الموجوده المستورده. احسن نوع انا بستخدمه كاوميجا 3 هو بيوريتان سبرايد. اوكي بيوريتان سبرايد وناو، الحاجات المستورده. الحاجات دي متوفره عندي، لو عايزاها هسيب لك لينك الصفحه اللي تقدري تطلبي منها. الحاجات دي جودتها عاليه جدا، وانا عارفه المصادر اللي انا بجيب منها. انا بجيب من الموزعين اللي هم بياخدوا من الشركات نفسها، فهي بتكون حاجات اصليه ومضمونه جدا واسعارها حلوه جدا. هسيب لك اللينك تحت
انا دكتور ايمان اشرف، صيدلانيه واخصائيه تغذيه. لو مهتمه بالمحتوى ده تابعيني ودوسي لايك عشان الفيديو يوصل لناس اكتر. لو عندك اي سؤال سيبهولي في الكومنتات، شيري الفيديو مع صاحبتك اللي كانت محتاجه تعرف حاجه عن الاوميجا 3. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.